هذه هي اللي كيقولوا لها استنجد غارق بغريق فغرقوا معا، مشاو فيها بجوج. الرئيس ديال السنغال كما كتعرفوا خوتي كيواجه تهمة سرقة المال العام، و13 عضو في المكتب التنفيذي تقلبوا عليه. ووزير الخارجية الجزائري اللي فضح راسه في الأمم المتحدة واعترف بأن الجزائر كتعطي المليارات لدول إفريقية وكتحيد عليهم الديون فقط باش يعارضوا المغرب وما يعترفوش بالصحراء المغربية. السلام عليكم خوتي المغاربه، مرحبا بكم في فيديو ديال اليوم. الخبر العاجل اخوتي غنعاودوا لكم بحال الخرافه. السفير الجزائري مشى للسنغال، ناض الصباح لبس كوستيم ديالو، هز واحد البلاكه قال لك بانها تكريم، ومشى كيجري عند رئيس اتحاد السنغالي لكره القدم. علاش؟ قال لك باش يهني على الفوز التاريخي في الرباط. الرباط اللي كانت شاهده على قوه التنظيم المغربي ولات دابا هي السبه اللي كيتلاقاو عليها هاد الجوج. تابعوا معايا هاد الشياطين السياسيه اللي واقعه، وحلوا ودنيكم معايا مزيان اخوتي باش تضحكوا مزيان. المهم، المثل كيقول استنجد غارق بغريق فغرقوا معا. هادشي اللي وقع. الغارق اللي شاد في الغريق الجزائر دابا بعد ما لقات راسها معزوله رياضيا وما بقاتش قاده تنافس مع المغرب لا في الملاعب لا في الكواليس ديال الكاف. بانت ليها السنغال هي الحيط القصير. مشى السفير كيجري باش يهنيهم وكأن السنغال ربحات كأس العالم. والمضحك اخوتي هو رد فعل رئيس الاتحاد السنغال اللي جاوب بلغه دبلوماسيه بارده، قال لهم شكرا، كانت زياره جميله، يعني بالدارجه المغربيه راك صدعتوا لنا ريوسنا وحنا ما مسالينش ليكم. هذه هي اللي كيقولوا عليها استنجد غارق بغريق فغرقوا معا. واحد هارب من اخفاقات بلاده الرياضيه، وواحد غارق في فضائح سرقه المال العام. وهنا كاين الدق والسكات. هاد الزياره ما جاتش من فراغ. في نفس الوقت اللي السفير كيوزع الابتسامات، الاتحاد السنغالي اخوتي كياكل الدق لداخل ديال بلادهم والاتحاديه ديالهم بسبب فضيحه ماليه، اتهامات كبيره متعلقه بكان 2025 بالتلاعب بالمال العام، وازمه داخليه خلات كاع المتتبعين يسولوا واش السفير الجزائري مشى يبارك لهم الرباح ولا مشى يعطيهم دروس في كيفيه اخفاء الميزانيه. حيت تبارك الله خوتي الجار في هذا المجال راه بروفيسيونيل في السرقه وتبذير الاموال. وشوفوا معايا الغرابه، حتى هما كيتلاقاو خاص ضروري يذكروا الرباط ويذكروا المغرب. السنغال فرحانه بالفوز في المغرب، الفوز يعني الغير معترف به من طرف الكاف، والجزائر باغيه تلصق في هذه الفرحه باش تحس براسها باقيه في الصوره. المغاربه دابا كيتفرجوا كيضحكوا اخوتي، حيت المغرب كيبني الملاعب، كينظم التظاهرات العالميه وكيسير القدام. في الاخير الحقيقه واضحه وضوح الشمس، التحركات اليائسه ما هي الا محاوله باش يغطيو على الاخفاقات الفاضحه ديالهم. الاتحاد السنغالي بسبب سرقه المال العام، والجزائر تبذير اموال الشعب المغضوب عليه الجزائري واعطاؤها الى دول افريقيه، وكيحيدوا عليهم الديون فقط باش يعاديوا المغرب وما يعترفوش بالصحراء المغربيه. في حين ان المغرب اخوتي غادي لقدام خدام على راسه وما كيسمعش الابواق اخوتي الحاقدين والحاسدين، لانهم كلامهم ما كيزيد ما كينقص. كما كنقولوا حنايا الهضره ما توكل خضره. السنغال غارقه في فضائحها الماليه، والجزائر غارقه في عقدتها من النجاح المغربي، والنتيجه مشهد كوميدي كيضحك القاره كامله من طنجه حتى لدكار. في الاخير اخوتي المغاربه نطرح لكم واحد السؤال: واش في نظركم السفير الجزائري لقى اللي واسيه ولا لقى اللي يزيد يغرق معاه؟ وخليوا لي اخوتي الاراء ديالكم في التعليقات باش وبارطاجيو الفيديو للاصدقاء والاحباب ديالكم باش يضحكوا على هاد الناس هادو. وديما مغرب، واللي فيه الفز راه كيقفز كما كنقولوا حنا المغاربه، واللي غارق راه شاد في السنغال. وتبارك الله عليكم، تحياتي.